السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير قوي قوي قوي، بقالنا فترة طويلة ما نزلناش في فيديوهات هنا على القناة. فتعالوا بقى النهاردة جاية لكم بفيديو حلو جدا. حاجة كده طعمها بجد تحفة. نبدأ بقى نعملها قبل رمضان، هتنفعنا كتير على سفرة رمضان. يلا قبل ما نبدأ الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بقى النهاردة نعمل ليمون مخلل، بس بالليمون الكبير اللي هو القضاليا. طبعا احنا عارفين ان الليمون سعره عالي قوي. الكيلو دلوقتي بقى ب60 تقريبا او ب50، يعني في ب60 وفي ب50. مش في كل الاماكن زي بعضها. انا بالصدفة لقيت قدامي الليمون الكبير اللي هو القضاليا ده، كان الكيلو ب10. جبت 2 كيلو. وقلت اجرب كده نعملهم مخلل مع بعض، لان انا كنت دقت المخلل بالطريقة دي عند حد وعجبني جدا، فقررت ان انا اعمله في البيت. شايفين اصلا شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله مستوي جدا، طعمه حلو قوي قوي. ما خدش وقت لان انا هنسلقه مع بعض، فالطريقه دي هتخليه ياخد بالظبط 3 4 ايام واقل كمان باذن الله. ويبقى معاكي كويس مستوي. بصوا بقى، زي ما قلت لكم انا جبت 2 كيلو من الليمون. بصوا الليمون حجمه قد ايه، انا كنت بحاول على قد ما اقدر اجيب الوسط والصغير. فجبت دول. هغسلهم بقى كويس جدا. وهجيب حلة وهنحط فيها مية ونحط فيها الليمون يتسلق يعني. مش هيكمل كتير معانا في المية يعني. فانا هغسله كده وهروح بقى على اجيب حلة. بصوا تحسوا ان الليمون كده جوافة، مش عارفة يعني، مش مدي على ليمون خالص. حتى انا لما استعملت منه في العصير طعمه حلو والمية اللي فيه كتير. هنا بقى انا غسلت الليمون كويس وحطيته في حلة كبيرة كده على النار، وحطيت فيه مية. وهولع عليها بقى علشان يغلي. انا هخلي الليمون يغلي غلوتين اتنين بس، انا مش هسلقه سلقة كاملة. انا يدوب غلوتين وهطفي عليه وهسيبه شوية في المية. انا بحط الليمون زي ما هو كده سليم ومقفول، يعني مش بفتحه يعني مش بقطعه ولا بفتحه بالسكينة ولا اي حاجة خالص. تمام كده زي ما هو. هنا كانت المية بدأت خلاص تغلي معايا زي ما انتوا شايفين. طبعا ممكن تخلي لي الليمون سليم زي ما هو كده، بس انا حبيت ان انا اقطعه عشان يستوي اسرع وما ياخدش معايا وقت. وهو بجد يعني هو ما اخدش معايا بالظبط ال3 ايام، انا عديت يومين وفي اليوم التالت كنت فاتحة عليه. هنا خلاص بدأت المية تغلي معايا كده والليمون يبدأ يتسلق. هو طريقته سهلة جدا ومش هياخد معانا وقت. كده الليمون خلاص اتسلق معايا، هو كده اخد غلوتين بالظبط يعني. غلى مرتين كده. طفيت هطفي بقى عليه وهسيبه كده في المية بتاعته دي 10 دقايق بالظبط. او ربع ساعة يعني، انا بصراحة كنت مستعجلة، كنت بعمله بالليل وعايزة انام. فسيبته بالظبط 10 دقايق. انا سلقت الليمون بس، وهكمل باقي التسوية بتاعته تاني يوم، لان انا ما كانش عندي وقت خالص ان انا اعمله بالليل. تمام. فانا بعد ما سلقت الليمون خدته من المية، صفيته من المية اللي فيه وما رميتش المية نهائي. انا خدته كده. طبعا المقطع اللي فات ده كان المفروض يجي بعد ده، بس اتلخبطت في المقاطع. تمام. بس هرجع اقول لكم عملت ايه بعد ما اقول لكم احنا هنستعمل ايه. انا هنا معايا جزر ومعايا هريسة شطة. والكيس ده فيه عصفر على حبة البركة، انا جايبة بصراحة ب10 جنيه من عند العطار كده. لل 2 كيلو ليمون. وكمان هنحتاج ملح وهنحتاج خل، وانا للاسف اتفاجئت ان انا ما عنديش خل. جبت الليمون كده هقطعه 4. وكل ربع هقطعه قطع صغيرة. بصي يعني على حسب حجم القطعة اللي انت عايزاه. فالكمية يعني التقطيعة دي رمت معايا كمية كتيرة قوي. وما شاء الله اللهم بارك، ال2 كيلو ليمون عملوا يعني حبة حلوين. هيقعدوا عندي فترة طويلة. بس. نرجع بقى اقول لكم ان انا بعد الليمون ما اتسلق. انا سبته 10 دقايق في المية بتاعته زي ما هو. وبعد كده اخدته من المية دي صفيته. وما رميتش المية لان انا هحتاجها. تمام.
وحطيته في الطبق ده كده زي ما انتوا شايفين من غير ميه ولا غير اي حاجه خالص، وغطيته وسبته في التلاجة لتاني يوم لحد ما بدأت اعمله تاني يوم، او انت لو هنشتغل فيه على طول نسيبه بس يبرد. تمام. بصوا انا بقطع الليمونه كده نصين، وبعدين كل نص اتنين، وطبعا نشيل لو البذر كبير قوي كده نشيله، اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهقطع بقى الليمون زي ما قلت لكم التقطيعه اني 4 تربع كده، وكل ربع بقطعه تاني حتت صغيره او قطع صغيره كده. هنا بقى ياسين كان حب هو يبشر لي الجزر، فوقف هو يبشر الجزر. هنبشر طبعا الجزر، انا حطيت حوالي كيلو من الجزر، يعني او اقل، يعني لو الجزر بتاعي صغير هنحط كيلو، لو كبير هنحط حوالي 4 جزرات كبار. تمام. لكل كيلو من الليمون هناخد 3 معالق من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل، وانا اللي زي ما ومعلقة سكر. وانا زي ما قلت لكم ما عنديش خل، يعني انا اتفاجئت ان انا الخل فعلا خلص من عندي، فما حطيتش خل وما احتاجتوش. فانت ممكن تحطي وممكن تستغني عنه، يعني هو مش مكون اساسي يعني في المخلل. بس الفكرة ان هو بيحافظ على المخلل، بيخليه مقرمش كده شوية، وبيحافظ عليه فترة اطول. هنا بقى انا كنت قطعت كل كمية الليمون اللي معايا، فانا هحط معلقة واحدة من السكر، ولكل كيلو زي ما قلت لكم هناخد 3 معالق من الملح، وانا احتجت ملح تاني. كل كيلو ليمون هنحط حوالي 4 معالق من الملح. تمام. لان انا رجعت زودت معلقتين كمان. انا هنا طبعا اه اه هحط بقى الليمون واحط عليه كل المكونات اللي انا هعملها، وكل الخلطة اللي انا هعملها دي مع بعض، وهسيبه حوالي ساعة في الخلطة دي لما ينزل كل المية اللي فيه. لان انا مش هحط له مية، يعني انا في الاخر احتجت شوية مية بسيطة من المية اللي انا سلقت فيها الليمون. لان هو الخلطة دي كلها خلت الليمون نزل المية اللي فيه، وهسيبه بقى يستوي منه فيه. ما زودتش اي مية نهائي. هنا حطيت الملح والسكر، وحطيت كمان معلقتين كبار من هريسة الشطة، وادي كمان حبة البركة والعصفر. وزي ما قلت لكم انا جايبة ب10 جنيه بس الكيس ده من العطار، او ممكن نجيب ب10 و10، يعني ب10 عصفر و10 حبة البركة. تمام كده. هنزل كمان بالجزر المبشور، انا بشرت كمية جزر كبيرة اهي. هبدأ بقى اقلب كل ده في بعضه لحد ما يبقى كل الليمون شرب من كل الخلطة. بصوا زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك، الشكل فظيع. بصوا كمان المية اللي نزلت منه، انا كل ده ولسه ما سبتوش، يعني انا لسه بقلبه في بعضه. هنسيبه بقى حوالي 10 دقايق بالظبط. وكمان وبعد ال10 دقايق هنبدأ نعبيه في برطمان نضيف. بصوا بقى هنا انا لقيت ان هو محتاج شوية مية صغيرين، فانا حطيت ده نص مج، يعني نص كوباية كده من المج او الكوباية العادية، وزودتها بس معلقة من الملح علشان المية مش مملحة. بس زي ما انتوا شايفين كده، ده كل اللي انا عملته. كده الليمون جاهز عندي ان انا اعبيه برطمان بقى مغسول كويس جدا وناشف، وهعبي فيه الليمون. انا البرطمان بتاعي ما اخدش الكمية كلها، بقى مني شوية كده حطيتهم في علبة تانية بلاستيك. بس تمام، يعني كل الاتنين استووا في وقت واحد وطعمه حلو جدا. بصوا بقى هنا كنت بعد ما سيبناه ل10 دقايق، وبعد ما زودته كمان شوية المية اللي انا حطيتهم، بصوا بقى المية اللي فيه انا كده مش محتاجة اي مية نهائي. بالعكس المية اللي فيه دي كتيرة، فمش هحتاج مية عليها خالص. اجيب بقى البرطمان بتاعي وهبدأ بقى اعبي الليمون فيه. بصوا بوريكم المية اللي فيه، هعبي بقى الليمون كله في البرطمان، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. في خطوة مهمة جدا لازم نعملها في الاخر، ان بنضيف معلقة كبيرة او شوية من الزيت على وش البرطمان، علشان الليمون ما يعملش عفن معايا او يعمل وش معايا او يكون ريم. تمام. طبعا لو عندك قشر ليمون ممكن تحطيه على الوش كمان، بس انا يعني انا استعملت الليمون كله ما عصرتش منه، مش متوفر عندي قشر اصلا عشان احط.
طبعًا ممكن نجيب جزر، ممكن نحط معاه نزوّد معاه قرنبيط، لِفْت، على حسب ما أنتِ عايزة. هنا بقى كنت عبّيت البرطمان زي ما قُلت لكم، وحطيت كده رشة من الزيت على الوش، وكان باقي الشوية الصغيّرين دول هاحطهم في علبة تانية لوحدهم. هاجيب بقى كيس بلاستيك، وهاقفل البرطمان كويس جدًا بالكيس كده من فوق، أيوه كده، وهاغطّيه، ونقفله كويس. هادّي بقى البرطمان هامسكه كده أرُجّه رَجّة عشان كلّه يضبط كده ويبقى كلّه يشرب من كل حاجة فيه ويتقلب. أيوه بُصّوا كده وهاقلبه وبعد كده هنرجّعه تاني وهاحطه بقى هنا. هنسيبه بقى على الرخامة كده جنبنا أو على الأرض جنبنا في المطبخ أو في ضرفة المطبخ من فوق، بس أهم حاجة نخلّي بالنا إن ممكن ينزّل مَيّة أو حاجة، فنحط تحتيه طبق أو نحط تحتيه نحطه في صينية صغيرة. هاقفل بقى عليه وهاسيبه 3 أيام بالضبط. بعد 3 أيام بالضبط أنا فتحت على الليمون بتاعي وزي ما أنتم شايفين، بُصّوا الليمون. أنا طبعًا عشان ماسكة الكاميرا بإيد وباقطع بالإيد التانية فمش متحكمة أوي، لكن الليمون ما شاء الله مستوي كويس جدًا، طعمه حلو جدًا بجد، بألف هنا يا رب على قلوبكم. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدًا. دي العلبة الصغيرة اللي أنا قُلت لكم عليها، اللي إحنا حطيناها فيها الشوية اللي كانوا باقيين. ما شاء الله اللهم بارك بجد، يعني أنا كل اللي أكل منه أنا أخدت منه معايا الشغل، عجب زمايلي جدًا، كل اللي أكل منه بجد قال لي طعمه حلو. فربنا يا رب يحسن ما بين إيديكم وكل حاجة تعملوها تطلع حلوة. أتمنى بقى تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلوبكم إن ربنا يصلح لي الحال، ولكم بالمثل اللهم آمين. أسيبكم بقى مع الجمال ده كله، وأتمنى إن أنتم تجربوه وتعجبكم الطريقة، وبس. السلام عليكم.